بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أول قائمة لحسام حسن مدرب المنتخب الوطني في أول تجمع رسمي في بطولة دولية. محدثكم وافي عرفة على قناة الأهلوية. صلي على الرسول وندخل في القائمة على طول. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة العميد حسام حسن على أسماء 25 لاعب للتجمع القادم للاشتراك في بطولة دولية ودية في الإمارات في شهر مارس. ويتواجد في نفس البطولة منتخبات تونس ومنتخب كرواتيا ومنتخب نيوزيلندا، حيث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس، ويلتقي منتخب تونس مع منتخب كرواتيا، ويوم 26 مارس يلتقي الفائزان في المباراة النهائية، والمنتخبان الخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع. وتضم قائمة منتخب مصر الكثير من المفاجآت، مثل الإطاحة ب5 نجوم دفعة واحدة من القائمة، وهم محمد النني لاعب نادي الأرسنال، وأحمد حسن كوكا لاعب نادي ألانيا سبور التركي، ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وعمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي. وتضم قائمة في حراسة المرمى محمد عواد حارس الزمالك، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد بسام أو محمد أبو جبل. خط الدفاع محمد عبد المنعم، محمد هاني، أحمد حجازي، محمد حمدي، أحمد كلوشة، حسام عبد المجيد، محمد شكري. خط الوسط محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، ومحمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور، ونبيل عماد دونجا، وحمدي فتحي، وعمر مرموش، ومروان عطية، وواحد من عمر الساعي أو غنام محمد. خط الهجوم مصطفى محمد، ومحمد شريف، وحسام أشرف هداف الدوري، وزيكو مهاجم زد أو أحمد عاطف. واضح كده إن العميد مش بيهزر، واخد كل اللاعبين اللي بتلعب بقلب وعندها روح كبيرة وبتخاف على تيشيرت المنتخب، وإن شاء الله تكون نسخة حسام حسن هي أفضل نسخة لمنتخب مصر، مع تمنيات كل فريق العمل بالتوفيق لمنتخب مصر. لو الفيديو عجبك اشترك في القناة، والسلام عليكم.